السلام عليكم مشاهدينا الكرام. بعد خسارة الجزائر من السنغال في نهائي كأس إفريقيا للمحليين الشان بركلات الترجيح، شهد انهيار وجنون الإعلام الجزائري الذي لم يستصغ الهزيمة المرة أمام أسود تيرانغا، ويكشفون عن خبر سيهز المغاربة. شاهد ماذا قالوا. لكن قبل مشاهدة الفيديو، إذا كنت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا، المرجو الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليس لكم كل ما هو جديد. إذا انهزم المنتخب الجزائري للمحليين قبل قليل أمام نظيره السنغالي بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة في وقتها الأصلي والطبيعي ب0 لمثلها، وكذلك الأشواط الإضافية. وفي الأخير تم الاحتكام لضربات الترجيح التي اتسمت لأسود تيرانغا، الشيء الذي أثار حفيظة الجمهور الرياضي وكذلك الصحافة الجزائرية التي انتقدت أداء منتخبها الوطني وعبرت بغضب: هذا ليس مستوانا، كان باستطاعتنا الفوز على السنغال، لكن هذا هو حال بطولتنا المحلية الضعيفة، وخسرنا اللقب في الأخير وأصبحنا أضحوكة للمغاربة والعالم أجمع. لكن اللوم لا يقع على اللاعبين، بل يقع على مسؤولي هذا البلد الذين دفعوا ملايين الدولارات لشخص لم يكن يعرفه أحد يدعى حفيظ مانديلا، الذي أتى إلى الجزائر كمتسول لأخذ العملة الصعبة والتطور على المغرب من الجزائر في حدث رياضي في خلط صريح للرياضة بالسياسة بوجود رئيس الفيفا والاتحاد الإفريقي. وهذه هي النتيجة: لقد أصبحنا أضحوكة ومسخرة للمغاربة الذين لعبوا نصف نهائي كأس العالم بقطر، وكنا نريد التتويج بالشان للرد عليهم، لكن خذلونا بهذا المستوى. والحقيقة أن البطولة المغربية أقوى بكثير من نظيرتها البطولة الجزائرية، وهذا التسيير العشوائي واللخبطة التي وقعنا فيها هي بسبب هؤلاء المسؤولين الذين يكيدون للمغرب والمغاربة ولا يهتموا بشؤونهم الداخلية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو، وشكرا.